الصلح بقى بيلغي حكم الإعدام في مصر رسميا. لو مش مصدقني اسمع المفاجأة اللي عملتها المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. لأول مرة في تاريخ القضاء المصري المادة 22 فتحت الباب لورثة المجني عليه إنهم يتصالحوا مع المتهم، وده في قضايا القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، والمحاكم بدأت تطبق ده فعليا. يعني الصلح ما بقاش مجرد ورقة في القضية القاضي ياخد بيها أو ما ياخدش، ده بقى إلزام بقوة القانون على المحكمة إنها تخفف العقوبة على المتهم. يعني حكم الإعدام ينزل للسجن المؤبد أو السجن المشدد في ثانية لو ورثة المجني عليه وافقوا. والدليل على كلامي محكمة النقض لسه مطلعة حكم تاريخي لغت فيه عقوبة الإعدام على 2 متهمين في قضية قتل في الجيزة، وعدلت العقوبة للسجن المؤبد والسجن المشدد، وده بعد ما ثبت صلح ورثة المجني عليه. والمفاجأة الصلح مقبول في أي مرحلة من مراحل القضية، بس القانون بيستثني جرائم الإرهاب، دي ما فيهاش هزار ولا تصالح. قول لي في كومنت إيه رأيك في المادة 22 بعد التعديل، واعمل فولو وشير بسرعة عشان الكل يعرف.